يا صباح الخير. طبعا في اخوة فاضل طلعوا قالوا ان في اخ تاني فاضل هيطلع يعمل اعلان لاندرايف وقابض وبتاع، وما قالوش ايه الاعلان. انا في الفيديو ده بقول لك ايه الاعلان. الاعلان يا معلم هو إن شفت موضوع التاكس. طبعا كلنا دلوقتي كل الناس اللي شغالة في اوبر واندرايف هاجت من بعد ما سمعت ان سعر الرحلة في التاكس، سعر الكيلو في التاكس فتحت العداد ب 11.75، وبعد كده الكيلو التاني ب 8.75، والانتظار بجنيه و75 وكده. طيب ازاي اندرايف او الشركات التانية ازاي بقى تغير فكرتك عن الموضوع ده؟ تقول لك الكلام ده ما بيحصلش على ارض الواقع، فان هي تنزل لك واحد يعمل لك اعلان بطريقة تانية، مش اعلان بقى للدعاية للشركة، لا، يعمل لك اعلان سلبي عن الحاجة اللي سيادتك كنت شفتها وبتقول عليها ان هي ايجابية، فتقوم سيادتك مغير فكرك ومنظومتك اللي انت عملتها في دماغك عن الايه، عن الموضوع، وترضى بالامر الواقع. فنزلت لك واحد ركب تاكسي وقال لك انا كنت سواق تاكسي اصلا يا جماعة، ونمشي دلوقتي وبتاع، وهوب عمل رحلة ب 120 جنيه 10 كيلو. قال لك الله، 10 كيلو ب 120، بس انا بقى ماشي فاضي 8 كيلو يا يعني خلاص 18 كيلو كده بكام؟ قال لك ما 18 كيلو يا جماعة، وكان مش يعني 20 كيلو ب 120 جنيه، يعني رحلة كيلو سعر الكيلو معايا واقف ب 6 جنيه. يعني هو امال انتوا فاكرين ايه؟ احنا فاكرين ان انت بني ادم حسبي الله ونعم الوكيل. احنا عارفين ان انت قابض، عارفين انك واخد فلوس عشان تطلع تقول للكباتن يا عيني الغلبانه اللي معاها عربياتها. انت واحد من الناس، اوعى تفتكر ان انت مش قادر تجيب عربيه، بس انت اذكى مننا، اذكى من الناس اللي معاها عربيات. انت بتأجر عربيه عشان لما العربيه تخرب هي مش عربيتك، هصلحها لك، هعملها، بس برضو اسمها العربيه ما بقتش عربيه، وعدت كيلوهات رهيبه، وانت بتشتغل خطيف اصلا يعني. فتيجي تقول لي اصل التاكس ومش التاكس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لان ده الاعلان. خليكم مركزين وخليكم واعيين يا كباتن، لسه في مقاطعه واحنا مقاطعين. ما تيأسي، ما تقولش الايام عدت فخلاص بقى، ما تيأسي، في مقاطعه، احنا عاملين مقاطعه اسبوع كامل على الاندرايف. كمل معانا يا كابتن، شكرا.